لو انت ناوي تسافر في العيد فاسمح لي اقولك انت شجاع جدا. لان السفر في العيد مش رحلة خالص، السفر في العيد هو عبارة عن اختبار نفسي. اولا، اوعى تصدق اي حد يقولك انك هتسافر بدري عشان خاطر الطريق هيبقى فاضي. لان الحقيقة انت هتلاقي مصر كلها بتسافر في نفس التوقيت ورايحين نفس المكان اللي انت رايح له. والشخص ده يا اما هيكون بيكذب عليك يا اما عمره ما سافر في العيد اصلا. انت هتنزل تلاقي مصر كلها مسافرة في نفس الوقت ورايحة نفس المكان. ولو معاك اطفال بقى فانت مش مسافر، انت داخل على اختبار حقيقي لصبرك. بعد اول ساعة هتسمع جملة تاريخية، وهو لسه فاضل قد ايه على الطريق يا ماما يا بابا. ودي الجملة اللي هتخليك في ساعتها تعيد حسابات حياتك كلها. نيجي بقى للأكل. في السفر العادي إن الناس بتاخد معاها سندوتشات، لكن إحنا لأ، إحنا بناخد معانا شنطة فيها كباب حلة، وشنطة فيها رنجة اللي ملوش نفس ياكل لحمة، وشنطة فيها فتة. الحقيقة كأننا مهاجرين لمدة 11 سنة. ومع أول استراحة بنقف وناكل كلنا بطاطس. وتعالى أقول لك بقى أخطر شخصية في السفر، اللي يقولك أنا عارف الطريق ده كويس. الشخص ده بنسبة 90%، 90% هيوديك مكان تاني خالص. فجأة هتلاقي نفسك داخل على يافطة كبيرة مكتوب عليها أهلا بكم في سوهاج، وانت أصلا رايح الساحل الشمالي. وطبعا بقى لازم تبقى في عربية ماشية وراك كأنها مراقباك ومشغلة النور العالي من باب عذابك يعني، وحاسس ان هو ما وراهوش اي حاجة غير انه يمشي وراك خطوة بخطوة، ولا مستعجل ولا مشغول، كأنه جاي ينتقم منك. وفي النهاية وبعد 9 ساعات يا صديقي من السفر المتواصل، هتقعد تبص للبحر وتقول الجملة الشهيرة اللي كلنا أكيد عارفينها وفاكرينها: والله كانت رحلة تستاهل. بس أنا عايزة أقولك ما كانتش تستاهل خالص. ولو أنت من الناس اللي هتسافر في العيد فلازم تاخد معاك باور بانك ومية وساعة صدر محترمة، واستمتع بقى بالطريق قبل المصيف. أحلى ذكريات السفر عمرها ما كانت في الوصول، كانت في الهزار والحوارات واللخبطة اللي بتحصل لغاية ما نوصل. عيد سعيد ورحلة أخف من الزحمة إن شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين. كلتوا الفتة ولا لسه؟